عملت النهاردة بقى سلطة طحينة، بس هي حقيقي مش أي سلطة طحينة، السلطة بالضبط اللي انتوا بتاكلوها في أفخم المطاعم، بس بطريقة اقتصادية وهتعجبكم جدًا. مش شرط خالص، خالص يكون عندكم مكونات الطحينة اللي إحنا كلنا عارفينها، يعني مش هنحتاج السمسم ولا محمص ولا ني ولا هنحتاج أي مكونات غريبة ولا هنستخدم غير الخلاط بس، يعني من غير مضارب، من غير كَبّة، من غير أي حاجة خالص. وهنا بقى حبيت ان انا اوريكم بعض من الاكلات اللي نزلت على القناة اللي تنفع معاها سلطة الطحينة بتاعتنا النهاردة، زي دي بيتزا الجلاش. طبعا وصفة اقتصادية، ده بانيه من غير فراخ، دبابيس كدابة، هنا برياني الفراخ، أكلة لذيذة جدا جدا. كل الأكلات دي هتلاقوها هنا على القناة. سندوتشات طبعا، الكبدة الاسكندراني بطريقتها الأصلية، الحواوشي المصري بالعيش بتاعنا العادي، الفخامة كلها بقى في الفيديو ده، بجد دي كانت تحفة، وصفة تجنن على أي سفرة. كفتة بدون لحوم، وهنا جمبري كداب عملته بالمشروم، مش هتصدقوا طعمه عامل ازاي، ادخلوا جربوه. هنا برجر بدون لحمة بدون فراخ، وهنا برضو كفتة نوع تاني بدون برضو لحوم او فراخ، وحبة مشويات ملك السفرة بقى دوت. سندوتشات المطاعم بناكلها طبعا في المطاعم كتير جدا. صينية شاورما عائلية جبارة هتعجبكم جدا. وبس كده، دي حبة الصور. ولو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. اول حاجه معايا زي ما انتم شايفينها كده، هم دول بس كده المكونات بتاعتي. هحتاج العيش الشامي الابيض ده اللي انتوا شايفينه، ممكن ابدله بالفينو، او معاه ممكن احط رغيف شامي ورغيف فينو، ممكن احط توست ابيض، مش توست دايت او بالشوفان او اسمر، لا توست ابيض لو موجود. ومش شرط يكون فريش، لا خالص، لو انتوا خلاص يعني نشف وهترموه ممكن تستخدموه في وصفة النهاردة. كمان هحتاج بقى ايه، بصوا التوابل اللي انا هحطها النهارده على سلطه الطحينه. هحتاج معلقه توم صغيره تكون مفرومه، ومعايا معلقه برضو صغيره هريسه شطه، معايا معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره فلفل اسود، ونص معلقه صغيره ملح، وبيزيد على حسب الرغبه، بتدوها وبتشوفوا الملح مظبوط ولا لا. ومعايا كمان 3 معالق من الطحينه الخام. انا جبت ال3 اكياس دول، يعني الكيس يعتبر معلقة فانا حطيت ال3. معايا عصير ليمونة تكون متوسطة و وبس كده، بس كده. وكمان هضيف ساعة وانا بضربهم هضيف بس معلقتين من الخل الابيض. كمان هرسة الشطة دي تقدروا تكتروا عن كده لو حابين ان هي تكون سبايسي شوية، بس هي مش هتأثر قوي في الطعم، يعني المعلقة دي مش هتأثر قوي في الطعم وهتكون حراقة قوي، لا خالص، يعني بتديها طعم حلو. هنا بقى معايا مية كده، حلة فيها مية بتغلي زي ما انتوا شايفينها، وهنزل فيها الرغيفين الشامي. ده رغيف حجمه كبير شوية، يعني قد الرغيف البلدي العادي. ده رغيف، انا حطيت 2، عملوا لي كمية كبيرة جدا. تقدروا تحطوا رغيف واحد، تقدروا تحطوا من العيش الشامي اللي هو حجمه اصغر شوية، تقدروا تحطوا منه 1 2، تقدروا تحطوا معاهم فينو توست ابيض زي ما انا قلت في اول الفيديو. هنا انا نزلت العيش بتاعي وطفيت النار، وهنا انا ما قطعتش خالص من الفيديو، انا بس كنت مسرعة شوية مش اكتر. هسيبه كده، المية كانت بتغلي وانا طفيت النار. هسيبهم قد ايه؟ هسيبهم تقريبا 3-4 دقايق بس مش اكتر، وهوريكم المرحلة اللي انا عايزة اشيل العيش فيها. عايزاه يكون طري خالص، مفيش حتة ناشفة، خصوصا ان اذا كان هو اصلا ابتدى ينشف ويعني مش فريش يعني. فهسيبه شوية لحد ما يطرى خالص، وبعد كده هطلعه بالمصفى بتاعت البطاطس دي اللي معايا في طبق، وهسيبه يهدى شوية، يعني علشان ما احطوش في الخلاط وهو سخن كده ممكن يبوظ الخلاط. كمان المية اللي في الحلة دي انا مش عايزة ارميها خالص، انا هستخدمها وهقول لكم هستخدمها في ايه. صفيت بقى انا العيش من المية اهو وبطلعه في طبق بره،
وهسيبه اولا هصفيه كويس من الميه، يعني مش كويس قوي، عادي يعني لو طلع بحبه ميه، بس انا عايزاه يبرد اسرع، فهحاول ان انا اصفي الميه منه. كمان الميه دي طبعا النار هنا خلاص مطفيه من بدري، وهسيبها تبرد شويه وبعد كده هستخدمها. حضرت معايا الخلاط وادي العيش بتاعي. بصوا المرحله خلاص بقى طري جدا، بصوا المرحله دي اهو، شايفين بقى عامل ازاي؟ هي دي المرحله اللي انا عايزه اوصل فيها العيش الشامي او الفينو او التوست الابيض للمرحله دي. والتوابل معايا الفلفل، الكمون، الكزبره، هرسة الشطه، الثوم والملح. انا مش حطاها هنا في الطبق مع التوابل، بس هضيف الملح عليهم تقريبا. خد مني معلقه صغيره ملح تقريبا، بس انتوا حطوا على قد ما انتوا عاملين الكميه، الملح ملوش كميه معينه. ادي الميه بقى اللي انا غليت فيها العيش، ابتديت ان انا استخدمها علشان الخلاط ما كانش هيمشي من غير كميه سوائل. ف زي بقى ما ياخد معاكوا، انا الكميه دي خدت مني تقريبا كوبايتين ميه، واجي اضرب الخلاط ابقى محتاجه سوائل تاني فازود ميه. وصلت لحد كوبايتين ميه تقريبا، يعني الرغيفين الشامي الكبار دول خدوا مني كميه الميه دي. وابتديت ان انا اساعد برضو الخلاط ان انا اقلبه بالمعلقه علشان يمشي يعني فيه ويبقى حلو. بصوا لسه هو الخلاط بيمشي، بس لسه عايز برضو سوائل تاني لحد ما توصلوا بقى للقوام اللي انتوا عايزينه. سلطة الطحينة بتكون خفيفة شوية، فانا فضلت ازود مية لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا هتشوفوه ده. وبعد كده بقى عصرت الليمونة، حطيت الخل. دي ليمونة حجمها وسط مش كبيرة قوي، عصرتها هنا. كنت زودت برضو مية، هتلاقوها هي في الخلاط. وادي كمان مرة بساعد في الخلاط. انا عايزة اوريكم بالظبط طريقة عمايله علشان خاطر هو بجد مفيش اسهل من كده. كنت هنا زودت معلقتين خل او 3 خل، وحطيت ال3 اكياس من الطحينة او 3 معالق من الطحينة، وحطيت الملح. بس طبعا كالعادة وربنا ما يقطع لي عادة، لازم حتة تقطع من الفيديو وما تتصورش. بس هي ما فيهاش اي حاجة ولا فيها حاجة صعبة يعني. ضفت باقي المكونات اللي انا قلتها في اول الفيديو وبس كده لحد ما اداني القوام اللي انتوا شايفينه ده. وتقدروا طبعا تزينوها زي ما انتوا عايزين. احنا بنحب سلطة الطحينة بقطع عليها من الخضرة كده هوت حبة صغيرة واقلبها معاها بتبقى لذيذة، شرايح الليمون وبس زي ما انتوا حابين. بعد كده تقدروا بقى تعملوها على طول وتقولوا لي رأيكم، هتطلع معاكم بالنتيجة التحفة دي. أذهلتني بجد. تقدروا تشيلوها في اكياس صغيرة في الفريزر، وتطلعوا كيس على قد الحاجة على حسب ما انتوا عايزين. ولو وصلتوا معايا لحد دلوقتي اعملوا لي لايك للفيديو البسيط ده وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفة جديدة بنزلها. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.